السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده. كما تشوفوا معايا هنا الحلويات او المعسلات او البقلاوه الرمضانيه اللي يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ويا ربي تحفظ الجميع. كما تشوفوا هنايا الشكل ديالها تيجي ولا اروع، خصوصا لما يكون الحشو متميز. حصريا على قناتي حاولت نغير من الوصفه، فدرت لها واحد الحشو رائع بزاف بنين. صدقوني الا جربتوا غادي يعجبكم بزاف. فتفضلوا معايا تشوفوا الطريقه والمقادير والمكونات ديال هذا الحشو هذا الرائع المتميز. ونقول لكم مرحبا بالزوار الجدد في قناتي. نتمنى وصفاتي تعجبكم، ونتمنى الا كان شي تعليق او شي هذا تخليوا لي الكومونتير وانا راهن الاشاره. ومرحبا والف مرحبا. تفضلوا معايا تشوفوا الطريقه. بسم الله على بركه الله. كما تشوفوا هنايا غادي نبداو بعجينه الفيلو. ضروري نديروا هاد العجينه هذه، ما تقولوليش تشريوها لان ما غاديش تنجح معكم. هذيك المشريه تتصلح غير البريوات السيجارات ولا بحال هكا، اما هاد الوصفه هذه ضروري العجينه ديال الفيلو تكون طريه. فعندنا هنا المكونات: البيض، الماء، الزبده، الكاكاو، العسل، الملح والفرص. غادي نخدم معكم هنايا على الرخامه باش تشوفوا الطريقه. ما بغيتش نديرها في العجينه، قلت ضروري نخدمها معكم هكا باليد. فعندنا نديروا الدقيق ونديروا في وسط منه الكاكاو ونزيدوا الدقيق كذلك حتى نكملوا الكميه اللي عندنا، نغربلوها كامله. فضروري داك الكاكاو نديروه في الوسط هكذا باش نخلطوه بحال هذا الشكل هذا. نخلطوه هو الاول مع الفرص، عاد نبداو نضيفوا الاضافات الاخرى. الملح راني ضفتو في الدقيق. دابا غادي نضيفوا البيض والماء ومعلقه ديال العسل. درنا 2 بيضات، غنديروا ملعقه صغيره ديال العسل، وعندنا الكميه ديال الماء والمقادير مضبوطه نخليها لكم دائما في صندوق الوصف. هذيك الكميه ديال الماء كلها هي اللي غادي تكفاني لهاد العجينه هذه. ومازال ما نساوش عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده خليتها حتى الاخر. نجمعوا العجين هو الاول ونضيفوا هذيك الزبده وندلكوا العجينه ديالتنا مزيان حتى تدلك تتولي ملسه. هاد العجينه ديال الفيلو راه سهله، ما تخلعكمش، تتجي رائعه بزاف وتتصوبي على يدك وتتكون طريه وتخدمي بها كيف بغيتي، بحال العجينه ديال الفيلو اللي تتشري. وبالعكس هذه تتكون طريه وزوينه. اللي تتشري تقدري طيحي في الورقه ناشفه يابسه تتقطع لك، ما تتبغيش كاع تشد على بعضياتها. وهانتوما كما تتشوفوا هنايا من بعد ما دلكتها غنضيفوا لها الزبده وغادي نعجنوها مزيان، ندلكوها يا اما في العجينه يا اما بيدينا حتى تولي ملسه. وهذا هو القوام ديالها من بعد ما تدلكات مزيان ولات رائعه بزاف. فكما تشوفوا هنايا هكا خصها تكون. دابا خصها غير ترتاح، لكن قبل ما نريحوها نقطعوها قريصات عاد نخليوها ترتاح. هنا من بعد ما سالينا الدليك ديالها ورجعتنا في واحد القوام رائع صافي ملسه رطبه تتبان بانها مدلوكه مزيان، غادي نفرقوها. عبرتها كلها في الاول باش نعرف شحال فيها، حيت بغيت انا 10 ديال القريصات او 11 حسب العجينه شنو غتعطيني. تقدر تعطيني 10 تقدر تعطيني على حسب الكريات اللي درت. انا درت كل كره فيها 78 غرام. الا درت فيها، الا كان عندكم سطح العمل شي طبله كبيره ولا سطح العمل واسع، ممكن ديري فيها حتى 100 غرام حتى 120 غرام وتجيك العجينه كبيره ويكون عندك شي مدلك كبير ديال التوراق، ممكن توصلي حتى ل 120 غرام. انا هنا على حسب سطح العمل اكتفيت غير 80 غرام 78 غرام هكذا، ما نفوتوهاش. وإلا درناهم اصغر تيبقى لكم نتوما الاختيار.
ماشي مشكل. فانا بغيت نقلل العدد ديال القرصات، ودرت هذا الوزن اللي جاني هو هذاك، جاني مع سطح العمل هو هذاك. فدرت في كل حبه 78 غرام، عطاوني 11 حبه. خلينا العجينه ديالنا ترتاح، نرجعوا لهنا نهضروا على الحشو. والحشو ديالنا عباره على فاكهه المانغا كما تشوفوا هنايا. من بعد ما خديت واحد المانغا او جوج مانغات، حيت انا عندي كميه كبيره، نطحنوهم، نحيدوا لها القشر، وغادي نديروا الفاكهه، وغادي نطحنوها مزيان، وغنضيفوا لها واحد جوج معالق ديال السكر. ما بغيتش نضيف السكر بزاف، وغنضيف نص حامضه، لان كما تشوفوا هنا غادي ندير الجلوكوز في الاخر. فكما تشوفوا هنايا جاتني الفكره، قلت علاش لا ما نديرش الفواكه، غيعطيونا مذاق وغيعطيونا فائده وغيعطيونا حتى داك لوغو ديال داك الفاكهه بدون ما ندير روح او منسمات، فهكذا يكون احسن. فخليناها من بعد ما طبخات وزدنا واحد الكميه ديال الجلوكوز باش تعقد لي مزيان، ملي تبرد وتجي معلكه وتعلك ليا الحشو نتاعي المكسرات. فنرجعوا هنايا من بعد ما ارتاحت العجينه واحد المده ديال ساعه هكذاك تقريبا، او ساعه الا ربع. صافي تلقات العجينه ورطابت، ما علينا الا نجبدوا النشا، ضروري من النشا. صافي كما تشوفوا في الصوره غادي نبقى نقرص كل وحده، ونحاولوا نقرصوهم في نفس القياس باش يجيو متقادين. وهكا حتى نساليهم كاملين. فين ما قرصنا شي وحده غنديروا نشا فوق منها، ما نبالغوش بزاف، ولكن غادي نحتاجوا نشا باش ما يلتصقولناش من بعد فاش نطلقوهم. وصافي هذه اخر وحده. ها نتوما كما تشوفون حاولنا نديروهم بحال بحال ومتقادين. نخليها دابا ترتاح كذلك واحد المده ديال ساعه، ساعه الا ربع هكذاك، حتى تطلقنا شويه العجينه وتجينا سهله باش نطلقوها. ودابا غنخليوها جانبا ونجمعوا داك الروينه ديال النشا، وغادي نرجعوا نخدموا تاني من جديد. ما جمعناهاش كامله، ولكن حيت عندنا مازال عندنا طليق ومازال عندنا الغبره ديال النشا غتعمر لنا تاني المكان. ماشي مشكل، المهم تتخدمي شي حاجه على يدك وتتخدميها مزيانه. ضروري من الروينه، وضروري من هاد ما كاينش شي عمل اللي بدون متاعب. فنرجعوا نفرقوا دابا العجينه ديالنا على جوج، وغادي نحاولوا نطلقوها. شوفوا معايا كيفاش تنطلقها. تناخذ المدلك من الوسط وندفع، ما تنمشيش من التحت للفوق، من الوسط وندفع، ونبقى نقلبها هكا. نخدموها بطريقه مقاده، ما تجيناش واحد الجهه غليظه واحد الجهه رقيقه، دائما من الوسط وندفع باش الورقات عندي ما يخرجوش من بلاصتهم ويبقاو شادين بلاصتهم ويتطلقوا كلهم. فهنايا كما قلت لكم ندفع من الوسط ونمشي وتنقلب في نفس الوقت. الا لاحظتوا منين تنقلب تتلقاي ديك العجينه اللي لتحت كلها ما تستلقاتش مزيان، فضروري مره نبقاو نقلبوا، ندلكوها من جهتين، ندلكوا الوجه ونعاود ثاني نقلبوها وندلكوا من جهه اخرى شي شويه، وهكذا. وفي نفس الوقت وحنا تندوروها نطلقوها من هذه الجهه كما تشوفوا هنايا، نطلقوها حتى نوصلوا لواحد المستوى. دابا تعرفوا كيفاش غتعرفوا العجينه ديالكم. تهزوا واحد الورقه تبان لكم شفافه او تاخذوا سنتيم. كما قلت لكم العبر ديال كل حبه مهم، فمنين عبرتوا لقيت 78، اذا سنتيم القطر ديال العجينه ديالي خاص يكون فيها 70 تقريبا ديال سنتيم. هي القاعده تتقول منين يكون عندك الوزن ديال الحبه 30 او 40 او 70 او 120، خاص القطر ديال ملي تطلقيها توصلي لواحد المستوى اللي غيكون نفس
القياس ديال الوزن. يعني 30 سنتيم غادي ندير 30 غرام غنردها 30 سنتيم، 70 غرام غنردها 70 سنتيم، يعني كل غرام بسنتيم. هكذا تنحصلوا على واحد الورقه شفافه ورائعه. هنا صافي من بعد ما تورقوا لي العجينات ديالي ووصلوا لواحد القياس اللي بغيت، كما شفتوا راه كنت نعبر حتى وصلت القياس اللي بغيت ل70 هكذا كدا و70. صافي والورقه ولات شفافه، ما بغيتهاش تكون رق اكثر من هكذا، فغادي تبقى تقطع لنا. ووقفنا وغادي نجمعوا الورقات ديالنا، وكما تتشوفوا كل وحده تنرشها بشي شويه من بالنشا. دابا نزولوا داك النشا كله، ما غاديش نخليوه. نجمعوا العجين ديالنا. هنا عندنا المكسرات، انا درت هنا البيستاش ودرت زريعه ديال القرعه. صدقوني هاد الجوج هادو تيتلاقاو تيعطيونا داك اللون الاخضر. هكا باش نسهل عليكم، البيستاش غالي بزاف، فخديت منه واحد الكميه، درت ربعه صغيره، وخديت زريعه القرعه ربعه كبيره، وهكذا غادي نخلطوهم بزوج وغيعطيونا مذاق رائع. كما تتعرفوا تزريعه القرعه صحيه بزاف ورائعه بزاف. صافي هنا غادي نطحنوهم. البيستاش هرمشته، القرعه طحنتها مزيان. المهم حتى هي خليتها شويه حبوب وكما تشوفوا في الصوره، لكن استحنات اكثر من بيستاش. بغيتو يبقى باين، والزريعه طحناها مزيان ماشي مشكل، وتيبقى لكم الاختيار نتوما. هنا غنزيدوا المربى اللي صوبنا ديال المانغا واللي ضفنا له كما قلت لكم الجلوكوز باش يعطينا داك التعليكه الرائعه. ما ضفت شي اضافات اخرى من غير قليل من الملح فقط. كما قلت لكم انا نسمت هنايا بالمانغا، واللي بغى يدير الاناناس يكون كذلك يجي لذيذ ويجي زوين، واللي بغى يدير حتى الكيوي اللي في اللون الاخضر ديال المكسرات نتاعنا يجي رائع. لكن الكيوي تيكون حامض شي شويه، غادي نضيفوا له شويه ديال الحلاوه والسكر او الجلوكوز، نكثروا شويه من الجلوكوز. صافي هنايا غادي نبقى نورق الورقه نتاعي كما واش قلتها لكم ولا ما قلتها لكمش، ما بقيتش عاقله. نعاود ناكد، الورقه ديروها في الشميكه باش ما تيبس لكمش. انا داك الجوانب بداو كرموا ليا حيت غطيتها غير بالمنديل، فمن الاحسن ديروها في ميكات عاد تغطيوها بالمنديل هكا باش تبقى لكم الورقه ديالكم ديال الفيلو تبقى طريه وتبقى رطبه. هنايا ضروري نحيدو بالشتاء كاع داك النشا، ما نخليوش من الجهتين، نحيدوه كامل. من الاحسن نحيدوه ونخليو غير ورقات الفيلو ديالنا. فالهدف نتاعنا هو الورقات الفيلو ما تلتصق لناش مع بعضياتها وتقطع لنا، لانها تتكون شفافه. هنا انا ضفت شويه ديال الزيت من الداخل، ضروري تندير ديك الرشه خفيفه الزيت، ومازال غادي نديرو الزبده. والعمليه سهله كما شفتوا. تنطلق تنحيد النشا، تندير تنرو ليها بالمدلك، تنكمشها وتنديرو هاد سهله، اسهل منها ما كاين في الطريقه. صافي وتنبقى نعصروا على داك الجوانب مزيان. دابا راه هذا غير الفوق هو لتحت غادي نقلبوه، مازال غادي نقلبوهم لان لتحت هو الوجه ديالها. صافي ونضغطوا على الجوانب مزيان كما تتشوفوا، نقادوها مزيان ونخليوها على داك الشكل هكذاك الكروي، ونقادوها مزيان ونشدوا داك الجوانب مزيان، نبقاو نبركوا عليهم ونضغطوا عليهم حتى يتزيروا لنا باش ما يتحلوش. هانتوما نقرب لكم هنايا كما تشوفوا هنا، وتقلت الكاميرا باش تشوفوا مزيان كيفاش نخدمها. قلبناها اولا لان كما قلت لكم الوجه ديالها هو اللي لتحت، وغادي نضغطوا على داك الجوانب. معليش غير ضغطوا مزيان، واخا طوالو غادي نقصوهم. وصافي نستفوهم هكا في اللاطه كما تتشوفوا. التستاف ديالهم تندير جوج بجوج، تنلقي لهم في الاول داك الريوس، وفي المره الثانيه المهم الشكل ديالهم راه واضح في الصوره. وتيبقى الحطه تتبقى غير المهم
شكله صافي. ما اللي مهم عندنا حنايا هو ياخذوا الشكل ديالهم صحيح، وياخذوا تقدوهم مزيان وتسدوهم مزيان من الجوانب باش ما يتحلوا لكمش، تضغطوا عليهم مزيان. هذه النقطه تنأكد عليها. ونقصوا هذوك القنات، ما تخليوهمش هكاك خارجين، فملي تقطعوهم وتقصروهم تجي زويونه. فهذيك غير العجينه من الاحسن نزولوها. اللي مهم عندنا حنايا داك الوسط اللي عامر بالحشو. نضغطوا عليهم الجوانب مزيان ونقطعوا داك الزوائد، لان هذيك غير العجينه. اللي مهم عندنا حنايا داك الوسط وداك الحشو. وهنا الكميه اللي بقات ليا غادي نديرها بالكركاع وشويه ديال اللوز. ومن طبيعه الحال نسيت ما قلت لكمش المكسرات ما تنحمروهمش، تنخليهم خضر لان مازال غادي يتحمروا لنا مع الورقه الفيلو. فهنايا من بعد ما سالينا غادي درت واحد نص زلافه ديال الزيت وزبده، خلطتهم انا بجوج وحاولت نغطيها. هنا العجينه راه صافي راه طابت وجدات، غادي نسقيوها بالسيرو. لكن غنهضر لكم على الفرن اللي تيكون. درت انا 160 درجه وشعلته من تحت ومن الفوق. لكن اهم حاجه غطيت اللاطه ديالي من الفوق بلاطه اخرى باش ما تحمر لياش من الفوق، بغيتها تبقى في هذا اللون هذا كما تتشوفوا. وخليتها طيب على خاطرها لمده نصف ساعه حتى ساعه الا ربع، حتى تشوفوا تهزوا الحبه وتلقاوها مقرمشه مقرمله وطيبه مزيان من الداخل ومن برا. عاد نخرجوا اللاطه ديالنا وما نبالغوش في الطياب باش ما نحرقوهاش. ونقول لكم الصحه والراحه، الشكل ديالها تيجي رائع. والعسل غنخلي لكم مقادير ديالو في صندوق الوصف. اللي درت نقول لكم درت سكر سنيده، ودرت الكميه نفسها كميه الماء ونفسها كميه العسل. غنديروا السكر والماء هما الاولين يطبخوا واحد 5 دقائق، ومن بعد نضيفوا لها العسل. هذه غير فكره على السيرو اللي درت لهاد البقلاوه. فغادي نخليوها نسقيوها مزيان بالعسل حتى تشربنا العسل. وكما شفتوا ميلت البلاطو وتنهز داك العسل اللي في الجوانب وتنديروا نضيفوا عاوتاني من جديد الاماكن اللي تنشوفهم ناقص فيهم عسل. فهكذا قلاوجات ولا اروع، معسله، تستاهل تجربه وتستاهل الطبله ديالكم الرمضانيه ان شاء الله بحول الله. دمتم في حفظ الله ومع السلامه.